بطل مغربي يقدر يهز وزن ديال طوموبيل صغيره فوق من كتافو ويدخل لموسوعه غينيس للارقام القياسيه قبل ما يولي اسطوره في ميريكان كيلقبوه بملك التماسيح. هذه قصه حقيقيه ديال قوه بدنيه خارقه بدات من ساحه جامع الفنا ووصلت للعالميه. كنهضروا على البطل المغربي طاهر الدويس وليد تزاد في مدينه مراكش. القصه ديالو بدات فاش هرب من الدار وعمره يلاه 7 سنين ومشى لجامع الفنا فين غيتلاقى مع فرقه ديال الاكروبات. كذب عليهم وقال لهم باللي عائلته ماتت في الزلزال باش يتبناوه ويتقبلوه معاهم. هذه الفرقه كانت هي المدرسه اللي سقلت القوه الجسديه الغير العاديه ديالو، وهذا الشيء خلاه يهاجر لاوروبا ومن بعد للولايات المتحده الامريكيه فين غينضم لاكبر فرق السيرك وغيولي اسم كيخلق الاعجاب والرعب في نفس الوقت. اللقطه اللي خلدات السميه ديالو في التاريخ وقعت سنه 1979 في استوديوهات قناه البي بي سي البريطانيه. طاهر قدر يهز فوق من كتافو هرم بشري متكون من 12 شخص مقسمين لثلاثه ديال المستويات والوزن الاجمالي ديالهم وصل ل 771 كيلوغرام. وفاش مشى الميريكان زاد بين على شجاعه نادره فاش ولا كيروض التماسيح العملاقه وكينومهم مغناطيسيا، وقدر يوصل به التحدي حط راسو وسط من الفك ديالهم وهما محلولين، وهذا الشيء اللي خلاه ياخذ لقب ملك التماسيح عن جداره. العبره من هذه القصه هي ان البدايات القاسيه ماشي ديما كتعني نهايه فاشله. الشغف والاراده يقدروا يخرجوا من طفل هربان من ساحه جامع الفنا اسطوره كيهضر عليه العالم كامل. مواطن مغربي لقى راسو كيكبر لدرجه ان العالم المحيط به ولا كيبان ليه بحال شي مجسم صغير. هذه هي قصه ثاني اطول رجل في العالم واللي دخل موسوعه غينيس للارقام القياسيه وعاش معاناه حقيقيه مع جسد ما بغاش يحبس من النمو. الشاب المغربي ابراهيم تقي الله واللي تزاد سنه 1982 في مدينه قلميم ووصل للطول ديالو ل2 الامتار و46 سنتيم. السبب ديال هذا الطول الاستثنائي ما كانش وراثي ولكن كان خلل هرموني نادر ناتج على ورم في الغده النخاميه. هذا المرض خلاه يعاني من تضخم مستمر وكيكبر بشكل سريع بلا ما يقدر يتحكم في الجسد ديالو. المعاناه ديال ابراهيم ما كانش غير في صعوبه ركوب الطاكسي ولا في النعاس في سرير عادي، ولكن توجت بدخول موسوعه غينيس كصاحب اكبر اقدام في العالم لسنوات. هذه الميزه فرضت عليه يصاوب صباط سبيسيال وباثمنه غاليه وبزاف حيت المقاس ديالو كان كيوصل ل 58، وهذا الشيء كان كيشكل ليه ازمه ماليه كبيره قبل ما يتدخل طبيب اخصائي فرنسي ويصاوبهم ليه. التدخل الطبي اللي دار فرنسا هو اللي قدر يحبس النمو ديالو وينقذ حياته بعمليه جراحيه دقيقه حيدت الورم. من مورا هذه المرحله الصعيبه ابراهيم غيستغل الشكل ديالو والطول الاستثنائي باش يدخل لعالم التمثيل وشارك في افلام عالميه معروفه وحول المحنه ديال المرض لفرصه ديال النجاح وفرض راسه في مجال السينما. العبره من قصه ابراهيم هي ان الحاجه اللي كتشوفها نقمه وكتخليك مختلف على الناس تقدر تحولها لنقطه قوه تفرض بها راسك. الاختلاف ما عمره ما كان عيب، العيب هو تستسلم للظروف. واش باقيين غادي نشوفوا شي اسطوره رياضيه في هذا الزمان بحال هذا الشخص؟ صعيب بزاف حيت كنهضروا على ظاهره سابقه لوقتها. عداء مغربي داخل موسوعه غينيس للارقام القياسيه شحال من مره وبقى سميتو حتى لدابا حاكمه 2 ديال السباقات ومتربع على العرش ديالو من ربع قرن. اليوم غنجبد لكم الغابر ديال فخر العرب والمغاربه واللي خلى العالم كامل يوقف احتراما للرايه المغربيه والاسطوره اللي الحصيله ديالو باقا كتخلع المنافسين حتى اليوم. القصه ديالنا اليوم ديال هاد الظاهره بدات في مدينه بركان فين غيتزاد العداء المغربي هشام القروج نهار 14 شتنبر 1974. الشغف ديالو بالجري بان من الصغر وفاش غيوصل لعام 1990 قرر يدخل لعالم العاب القوى من الباب الكبير. الانطلاقه الحقيقيه ديالو بدات كترسم ملامح بطل استثنائي خصوصا فاش حط عينيه على المسافات المتوسطه وبنى مسار رياضي كبير بالتدريب اللي ما كترحمش والعزيمه اللي ما كتعرفش المستحيل. الدخول ديال القروج للتاريخ الموثق جاب فضل 2 ديال الارقام القياسيه واللي خلاته يدخل لموسوعه غينيس وبقات صامده حتى لهذا النهار. نهار 14 يوليوز 1998 في مدينه روما الايطاليه القروج غيسجل الرقم القياسي العالمي في مسافه 1500 متر بتوقيت خيالي ديال 3 ديال الدقائق و26 ثانيه. وعام من بعد وتحديدا نهار 17 يوليوز 1999 غيرجع لنفس الملعب في روما باش يسجل اسرع توقيت في مسافه الميل ب3 ديال الدقائق و43 ثانيه. وكان القروج محطم حتى الرقم القياسي ديال 2000 متر ولكن مؤخرا غيقدر انه يتحطم في 2023. هاد 2 ديال الارقام بقاو صامدين كيبينوا باللي هاد السيد كان هارب على البشريه بسنوات ضوئيه. الذروه ديال هذا المسار ما كانش غير في التوقيت ولكن حتى في الحصيله الثقيله ديال الميداليات اللي جابها البلاد. القروج منح للمغرب 15 ميداليه في بطولات العالم والالعاب الاولمبيه، 12 في فئه الكبار منها 9 ذهبيين و3 فضيين و3 فاش كان كيشارك في فئه الناشئين والشباب، 2 ديال الذهبيات وبرونزيه. هذه الانجازات خلت الاتحاد الدولي للالعاب القوى يختاروا كافضل عداء في العالم 3 سنين متابعه
في 2001 2002 و2003. ولكن اللحظة اللي بكات المغاربة وكتبت سميتو في التاريخ هي أولمبياد أثينا 2004، فاش قدر يحقق إنجاز إعجازي وعلق جوج ديال الميداليات الذهبية في مسافتي 1500 و 5000 متر في نفس الدورة، وزاد كملها في نفس العام وتوج بجائزة أمير أستورياس للرياضة في إسبانيا تقديرا على المسيرة والقيم ديالو. ولكن كأي محارب الرحلة في التيران خاصها تسالي. نهار 22 ماي 2006 القروج غيعلن الاعتزال ديالو رسميا بسبب إصابة في الظهر، واخا علق الصباط ما غبرش على الساحة، حيث ولا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية وسفير للنوايا الحسنة ديال اليونيسف. ومن جهة أخرى استثمر الذكاء ديالو ودخل لعالم المال والأعمال بقوة، ولا موزع العلامات التجارية رياضية عالمية في المغرب. القروج بين للعالم المعدن الحقيقي ديال المغاربة واشنو كيسوعوا. المغاربة ملوك الصحراء. تخيل معايا سباق ديال 250 كيلومتر وسط من رملة الصحراء الحارقة بدرجة حرارة كتفوت ل 50 درجة. المتسابقين هازين ماكلتهم وحوايجهم فوق منظرهم لمدة 6 أيام في هذا الجحيم اللي كيتسمى ماراثون الرمال. العالم كامل كان كيجي باش يتقاتل على اللقب، ولكن اللقب كان محجوز لاسم عائلة وحدة، جوج ديال الخوت مغاربة حولوا هذه العذاب لساحة كيلعبوا فيها كيف ما بغاو، وسطروا تاريخ غيبقى محفور في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. القصة بدات من عمق المعاناة في قرية في نواحي زاكورة، تما فين كبرات عائلة أحنصال وسط حياة البدو والرعي. هذه البيئة القاسية كانت هي أكبر معسكر تدريبي في العالم، حيت الدراري كانوا كيجريو حفيانين من مورا القطع في هذيك الحرارة المفرطة. هادشي اللي بنى ليهم رية ديال الحديد وقدرة تحمل أسطورية خلاتهم من بعد يقهروا أبطال العالم اللي جايين مجهزين بأحدث التكنولوجيات الرياضية. العداء المغربي الحسن أحنصال واللي تزاد في 1 يناير 1971 هو العقل المدبر اللي حل باب المجد هذه العائلة. الانطلاقة ديالو في ماراثون الرمال اللي كيتنظم في الصحراء المغربية كانت صعيبة، ولكن في 1997 حقق أول لقب ديالو. الحسن غيدخل لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر عداء تتويجا بهذا السباق في التاريخ ب10 ديال الألقاب. الإعجاز الحقيقي هو أنه من بعد هذا اللقب الأول ربح 9 ديال الألقاب متابعة من 1999 حتى ل 2007. هذه السيطرة المطلقة خلاته أسطورة حية قبل ما يقرر يعتزل المنافسة الاحترافية في 2007، وهو متربع على العرش وتفرغ لتنظيم السباقات والأعمال الخيرية. العداء المغربي الثاني هو محمد أحنصال خوه الصغير واللي تزاد في 1 يناير 1973. ما كانش غير الظل ديال خوه، ولكن كان المنافس الشرس ديالو. التنافس بيناتهم كان خيالي حيت لعبوا بزاف ديال النسخ بجوج وكانوا ديما كيسيطروا على المراكز الاولى. وفي بزاف ديال المرات محمد كان كيدخل هو الثاني من مورا الحسن، ولكن في 1998 قرر يخطف اللقب من خوه. من مورا غيعتزل الحسن، محمد تكلف بالمهمه ورفض انه يخلي اللقب يخرج من المغرب، وحقق اللقب 4 ديال المرات اخرى في 2008 2009 2010 و2013. بهاد ال5 ديال الالقاب محمد دخل حتى هو لموسوعة جينيس وسد الكارير ديالو الاحترافي كبطل عالمي كبير. هاد جوج ديال الخوت ما كانوش كيجريو غير باش يربحوا الميداليات، كانوا كيجريو باش يثبتوا للعالم باللي ابن الصحراء قادر يقهر بقساوتها. الانجاز ديالهم المجموع في 15 لقب في ماراثون الرمال كتعتبر ظاهره رياضيه مستحيل تكرر، ودرس في المثابره بدا من رعي الغنم وسال في قمه الهرم الرياضي العالمي. انا يونس قاسم وهذه ستوري في دقيقه، وتهلا.